ريال مدريد من فوز مستحق 100% و3 نقط مضمونة وبالتلاتة والأربعة كمان 3 4 تجوان. لأ، ليه تعادل مخيب للأمال ونقطة ملهاش أي لازمة أصلا تضيع، والنقطتين أصلا ملهمش أي لازمة إن أنت تضيعهم قصدي، ونقطة بتديها لأتلتيكو مجانا. أتلتيكو شوط أول وحش، شوط تاني وحش، مستوى فردي وحش، مستوى جماعي وحش، فرقة ككتلة وحشة، الفرقة كثنائيات وحشة. احنا واخدين منهم كل حاجة، مسيطرين على الماتش شوط أول وشوط تاني، بس كذا حاجة غلط. كرة ابراهيم دياز مثلا كان ممكن يجيبها جون، لينا ضربة جزاء. كرة فالفيردي المفروض بدل ما يديها لرودريجو يديها لبلينجهام، كان هو الجون كانت اسهل. روديجير ان هو مش موجود في اي رأسيات، كانت روديجير موجود واي رأسيات من اتلتيكو. يعني اتلتيكو في 4 ماتشات مدخل فيك 11 هدف، منهم 15 رأسيات اصلا. يعني انت دخل فيك رأسيات من اتلتيكو السيزون ده اكتر من دخل فيك في حياتك كله تقريبا. فلا، في مشكله في حوار الرأسيات ده، لازم نشوف لها حل. كل قلوب الدفاع والباكات كلهم قصيرين، فده طبيعي جدا ان نقطه ضعفك الوحيده او اكتر نقطه ضعفك يعني باينه جدا للمنافس هي الرأسيات. لازم نشوف لك حل في الحوار ده. كذا حاجه خالص، يعني مش حاجه واحده. تغيير ابراهيم داز برضو غلط، فكذا حاجه غلط، مش حاجه واحده بس الغلط. بس انت كنت تستاهل 3 نقط، تستاهل الماتش. وان شاء الله كده كده الدوري بتاعنا. يعني الماتش الجاي تقريبا ان شاء الله، يعني ان شاء الله تفوز على جيرونا. الدنيا سهله، فما كانش لها لازمه الصراحه تضيع حتى نص نقطه، مش نقطه، تضيع نص نقطه اصلا على فرقه في زي اتلتيكو في المستوى بتاع الماتش ده. بس عرف يخطفوا منك ومره رأسية، انا زهقت وجدت من حوار الرأسيات ده، اقسم بالله اتخنقت منه. بس مش مهم، نصيب ان انت تتعادل، بس يا رب ركز بس في اللي جاي وما نضيعش الدنيا. يعني ما نضيعش الدنيا على الفاضي، نفوز الماتش الجاي ونريح. كان المفروض نفوز الماتش ده ونفوز الماتش الجاي عشان نريح نفسنا خالص، بس لا، اللي حصل. وان شاء الله ماتش في جيرونا هيكون صعب جدا هناك، بس ان شاء الله هنعرف نفوزه. وسلام.